صل على الحبيب قلبك يطيب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولأصحاب الحقوق علينا. اللهم ارحمنا وارحم مشايخنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فك كرب المكروبين وسد دين المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارزق كل عقيم. اللهم اغفر لأخي وصديقي محمد حسين منصور الشهير بوزة، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اغفر لإمامنا وشيخنا الكبير الشيخ أسامة عبد العظيم محمد حمزة، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة والحقنا به يا رب العالمين في أعلى الجنان. اللهم القدس في حفظك وأمانك. اللهم ثبت المرابطين في المسجد الأقصى إلى ما تحب وترضاه. اللهم ألهمهم جنودا من عندك تؤتيهم بالنصر التام إن شاء الله. حلقتنا النهاردة وكشف حساب للمنتخب المصري، كشف حساب للمنتخب المصري، كشف حساب لحازم إمام، كشف حساب لفساد الاتحاد، كشف حساب لوزير الرياضة. أول حاجة هنتكلم عن اللعيبة. محمد الشناوي في حراسة المرمى وكان أداؤه متوسط، ليس هو محمد الشناوي الذي كان موجود في النادي الأهلي. أي نعم، الست أهداف التي دخلت مرماه لو سكنت مرماه في أي حارس آخر لم يكن يلام عليها، ولكن لأنه محمد الشناوي اللي في حتة تانية ويتصدى التصديات العجيبة لجميع الكرات، هذا هو ما فعله وأضاع منه اللقب الذي كان يستحقه بأفضل حارس في أفريقيا هذا الموسم. لكن محمد الشناوي كان بيلعب وهو مصاب، وده الفرق ما بين اللعيبة الرجالة اللي عايزة تخدم منتخب مصر في أي وقت حتى وهي مصابة. لكن كان يجب على المدير الفني ودكتور الفريق أن يبقي محمد الشناوي على الدكة أول مباراتين حتى يكون الإصابة الموجودة في العضلة الخلفية قد التأمت بشكل كبير. الناس هتقول لي العضلة الخلفية مش هتأثر ومش هتأثر. لا، بتأثر، لأن أنا بيبقى عندي إصابة في حتة في رجلي بتخليني بحمل على كل أجزاء جسمي التانية، ومنها أنا سقطت السقطة اللي أنا سقطتها في الهدف الثاني لكاب فيردي وصبت بالخلع في الكتف بسبب ان انا حاولت ان انا فادي رجلي المصابه ان انا ما انزلش عليها عشان ما يتجددش الاصابه مره تانية. محمد هاني اخطا في مباراه موزمبيق ولم يحضر، لكن باقي المباريات كاب فيردي والكونغو الديمقراطيه كان موجود، وكان موجود بفعاليه كبيره، ويبدو انه تحرر من عباءه محمد صلاح التي كانت عبئا شديدا عليه اثناء اول مباراه. محمد عبد المنعم واحمد حجازي. احمد حجازي عائد من اصابه رباط صليبي، لم يتدخل في فورمه المباريات. الدفاع المصري لم يتحسن سوى في اخر مباراه امام الكونغو الديمقراطيه، ولكن تم الضحك عليهم في كره سهله جدا تم احراز فيها الكونغو الديمقراطيه لهدف من رمي التماس. تخيل ان لعيبه في رمي التماس مش عارفه تقابل وتتعمل الكره بانفراد جوه ال 18 واللعيب متساب لوحده يعمل عرضيه تخبط في رجل مش عارف حجازي ولا خبطت في رجل مين، وعدت من ابو جبل ولقيت واحد واقف قدام العارضه حطها بدماغه في المرمى. محمد عبد المنعم كان بيلعب وكان في دماغه الناس اللي قاعده بتتفرج عليه عشان خاطر يجي له عروض اوروبيه. واللعيب اللي بيبقى ذهنه مشتت ما بين الاجاده وما بين ان في ناس قاعده بتتفرج عليه بره عشان تقيم اداؤه عشان تاخده بعد كده، بتبقى صعبه شويه. بالاضافه ان محمد عبد المنعم كان بيغطي في كور كتيره على احمد حجازي، والكيمياء ما كانتش ماشيه ما بين عبد المنعم وما بين حجازي. الاثنين لعيبه الكوره كويسين، كان لازم يبقى معاهم واحد فحات بيهد في رؤوس الحربه اللي موجودين زي ياسر ابراهيم، وهو الوحيد اللي كان موجود من الاحتياطي اللي يقدر يقوم بالدور دوت، ولا احمد سامي يقدر يقوم بيه ولا علي جبر يقدر يقوم بيه. نيجي على مستوى الباك الشمال، لا محمد حمدي نافع ولا فتوح شافع.
على مدى مواسم منذ انتهاء عصر سيد معوض ومن قبله محمد عبد الوهاب الله يرحمه، لا يوجد باك أيسر يصلح للمنتخب القومي حتى الآن. كنا جبنا عبد الشافي صاحب ال39 سنة ولعبناه ويقوم بالدور الدفاعي فقط لا غير، وملوش علاقة بالدور الهجومي. أو كنا جبنا محمد شكري. اللاعب اللي يلعب في الناحية الشمال دي لازم يكون لاعب حقق بطولات، او اللاعب اللي يلعب في المنتخب لازم يكون لاعب حقق بطولات وواخد على الضغوط النفسيه. محمد حمدي حتى الان البطولات اللي لعبها مع بيراميدز فقط لا غير، ومع المصري لما كان بيلعب كونفدراليه ولا حاجه من دي، ما لعبش ابطال دوري غير الموسم دوت مع بيراميدز. ومستوى الاداء كان كارثي على مستوى الدفاعي والهجومي بالنسبه لمحمد حمدي. اذا جبهه يسرى عقماء عندها عقم شديد. نيجي بقى لمنتصف الملعب، محمد النني، اللي تخيل يا مسلم ان اداء المنتخب المصري ما كانش بيتحسن غير لما بتخرجه. مباراة اولى محمد النني وسلبية كبيرة جدا، ولم يتحرر المنتخب المصري ويحرز هدف التعادل الا بعد خروج النني عقب نزول امام عاشور. مباراة تانية امام غانا واستمر الوضع على ما هو عليه، اتأخرنا بهدف وتعادلنا ببركة الدعاء والسجدة، وتأخرنا بهدف تاني وتعادلنا برضو ببركة الدعاء والسجدة. محمد النني لاعب البدني بتاعه كان منتهي. تخيل بقى ان انت في الماتش بتاع كاب فيردي انت قعدته ونزلته في اخر 5 دقايق. لا، نزلته بعد ما احنا جبنا الجون، دخل فينا الجون. تخيل ان احنا جبنا الجون التاني ومحمد النني نزل دخل فينا الجون. سبحان الله. نيجي بقى للطمة الكبرى، مباراة الكونغو. قعد امام عاشور بسبب الاصابة. يقوم ذهنك بقى يا مؤمن يعمل لك ايه بقى؟ وعندك عمر مرموش كان عنده دور برد. تخيل بقى المؤمن بقى يعمل ايه؟ ينزل مروان عطية ديستروي مركز 6، تمام، وينزل حمدي فتحي وينزل محمد النني اللي مجهوده البدني بيخلص بعد ربع ساعة، ويلعبوا ويفرضوا علينا ساعة ساعتين. الماتش كان كله ساعتين، الماتش كان كله ساعتين، فرضوا علينا ساعتين إلا 5 دقايق. ولما جه يعمل تغيير نزل مهند لاشين. طب انت عارف ان انت رايح على ضربات؟ لا، انا هرجع لروي فيتوريا في الاخر. فمحمد النني كان يجب ان يكون اول تغييرات منتصف الملعب مش مروان عطية. كان يجب وجود مروان عطية الى نهاية المباراة. لو عايز تقول لي ان مروان عطية كان مجهوده قل وانتهى، لا، النني كان قلل وخالص خاصة من اول الشوط الاولاني. نيجي على مروان عطية، افضل ديفندر وكان يستحق ان يكون ضمن تشكيلة المنتخب الافريقي لولا سوء الاداء المصري. حمدي فتحي قام بادواره الهجومية والدفاعية طوال اللقاء وعلى مستوى الكرات العرضية الى ان تم تغييره. نيجي بقى لاحمد سيد زيزو اللي ما لعبش غير شوط واحد في البطولة كلها. انا عايز اعرف احمد سيد زيزو هل هو لعيب محلي لا يجود اللعب على المنتخبات؟ كنا في الاول بنقول ان جبهة محمد صلاح كانت هي اللي موقفاه، انما انت لعبت مباراة الكونغو وما كانش محمد صلاح موجود، عملتش غير اوفر واحد لمحمود حمادة اللي كان في الدقيقة 88 حاجة زي كده، اللي محمود حمادة اتخض واتكهرب فيها. فاحمد سيد زيزو اداء كان سيء جدا ولم يكن على المردود المتوقع منه خلال هذه البطولة. تريزيجيه اللي لما نيجي نفكر على مباراة غانا هو من تسبب في الهدفين. دبدب ورا الباك بتاع غانا في الجون الاولاني، خلاه يعمل الباص بالغلط، خد عمر مرموش وجاب الجون الاول. احيا كرة ميتة من ناحية اليمين، ناحية الشمال يمين غانا، وعدى ودخل ال 18 وعملها عرضية على رجل مصطفى محمد، احرز هدف.
في مباراة الكونغو لعب شوط واحد وغيره ونزل عمر مرموش مكانه. نيجي لعمر مرموش، قدم شوط واحد فقط في البطولة، غير ذلك لم يوجد. واستغربت جدا ان هو غيره ونزل غيره مكان تريزيجيه، وعمر مرموش ما كانش قادر، يبدو ان دور البرد لسه مأثر عليه، فكان تغيير في غير محله. وده عشان تعرف سبب من اسباب سوء الاختيار للجزء الهجومي. انت خدت صلاح، ما حطيتش في دماغك ان صلاح هيتعور، ما حطيتش في دماغك ان صلاح ممكن يعمل تمثيليه، ما حطيتش في دماغك ان صلاح ممكن فعلا يكون كان اصيب. وعلى فكره محمد صلاح في قائمه فريق ليفربول اللي هيلعب بكره ان شاء الله امام تشيلسي. مصطفى محمد لاعب كبير، قدم مجهود وفير جدا، لكن اضاع الكثير من الفرص. ضربه الجزاء الكل يضيع، لكن كان يجب على مصطفى محمد ان يكون التركيز اكثر، اللي انت حطيتها اثناء المباراه حطيتها بروعه، حبيت تحطها في نفس الزاويه بس بطن رجلك فتحت شويه، كان لازم ان انت تركز وتشوطها قويه في نص الجون، قدر الله ما شاء فعل. نيجي بقى محمود حماده، لم يختبر، ما تقدرش تقول عليه حاجه. عمر كمال عبد الواحد على مستوى المباراه والشوط اللي لعب والتلت ساعه اللي لعبها بعد طرد محمد حمدي كان جيدا، على مستوى ركلات الجزاء كان جيدا. مين تاني؟ ومهند لاشين، تغيير لم يكن في محله. نيجي بقى لروي فيتوريا، المنتخب المصري دخل فيه 7 أهداف. ال7 أهداف اللي دخلوا فيه ما تحيش ان في مدرب موجود عندك بيفكر ازاي يوقف لعيبته، ازاي يبقى عامل حوائط صد متتاليه. حائط الصد بتاعي المفروض ان هو بيبدا من اول راس الحربه، راس الحربه بتاعي كان بينزل على حدود ال 18 بيدافع، عشان في باشا اسمه محمد صلاح واقف على نص الملعب، فكان بيدي لمصطفى جعفر ادوار اكتر من اللي يستحقها، فالراجل بقى بياخد الملعب بطوله وعرضه. احنا شفنا فرقه بتلعب بالطول وبالعرض بدون اي تفكير. هات لي جول من ال7 اللي احنا جبناهم كان من جمله، ده ضربتين جزاء و5 تجوان فعلا ببركه الدعاء والسجده. والله لولا ناس كانت بتدعي، واحد كان امه بتصلي وقاعد على سجاده الصلاه بيقول لها ادعي لي ياما نوصل. وبعدين يا عم رويا فيتوريا، وانت بتنزل مهند لاشين، انت خلاص فاضل 4 دقايق وعارف انك داخل على ركلات الترجيح، تمام؟ هو ايمن عبد العزيز اللي قاعد جنبك دوت ما قالكش ان مهند لاشين مضيع اخر ضربه جزاء في كاس الامم الافريقيه اللي فاتت وخرجنا بسببها؟ كنت نزلت ياسر ابراهيم، على الاقل ده قفلت الخرابه اللي ورا وطلعت عبد المنعم يلعب ليبرو قدام خط الدفاع، او محمد او احمد حجازي يلعب ليبرو قدام خط الدفاع، وياسر وعبد المنعم من تحت. منه استفدت ان حجازي لعب لك مركز 6 من تحت او عبد المنعم، والاثنين التانيين بيغطوا وراه، وزودت الحاجز الدفاعي اللي موجود عند المنتخب المصري عشان خاطر الهجمات بتاعت منتخب الكونغو وانت بتلعب ناقص لعيب. وياسر ابراهيم عنده المقدره على تسديد ركلات الجزاء. فيبدو ان مفيش حد خالص مفكر ولا حد خالص كان محضر للبطوله. نيجي لابو جبل. ابو جبل قام باداء ادواره خلال المباراه وتحميس اللاعبين بدور جيد جدا، لكن يبدو انه اثناء ضربات الجزاء لم يكن هناك تركيز، او ان مدرب حراس المرمى قال له روح يمين، فكل الكور ابو جبل راح يمين، مع انه لو كان بيفضل واقف لحد اخر لحظه اللعيب بيلعب فيها الكوره كان صد كورتين اللي اتحطوا له في نص الجون على الارض، اللي هي الركله الثالثه وتقريبا الخامسه. فجاباسكي كان سيء جدا خلال هذا اللقاء في ضربات الجزاء، لكن اثناء المباراه كان جيد، وكان بيطلع ياخد الكوره العرضيه وكان بيأمن الدفاعات. واقدر اقول ان المباراه دي ما جاش علينا فيها انفرادات،
لان الدفاع كان واقف صح ومركز شويه، مفيش غير الانفراد بتاع الهدف الاولاني. نيجي بقى للمشرف العام على الكوره حازم امام، الننوس اللي بقول منك لله يا حسن يا حمدي، والله منك لله يا حسن يا حمدي، لان واحد زي دوت مزور كان يجب عليه ان يسجن. ضغطوا على محمد ناجي جده انه يتنازل عن القضيه، ولو كان ساعتها اتحبس كان كل العقود اللي تم تزويرها بمعرفه نادي الزمالك ومنهم عقد كهرباء ما كانش مخلوق قدر يتسجل انه يعملها. كان الكل هيخاف، لان في رجاله بتجري عشان تاخد حقها. خالد الدرندلي، عرفت الفرق ما بين منظومه اداره ناجحه كنت فيها في النادي الاهلي وما بين منظومه اداره فاشله في اتحاد الكوره. عرفت الفرق لما قعدت 48 ساعه ما انتش قادر تخش فندق اللعيبه بسبب لعيب اسمه محمد صلاح، الا لو كان عمل كده وانت تصريحك ما كانش غلط، تصريحك كان صحيح. الا لو كان عمل كده وهو موجود مع النادي الاهلي كان رحلوه عرضوه للبيع. منتخب مصر اعلى من الكل. محمد صلاح لم يقدم للمنتخب المصري اي شيء على الاطلاق. المجاملات والكوارث اللي بنعملها عملناها في 2019 لما دافعنا عن واحد اسمه عمرو ورده وخرجنا من دور ال 16 بجون تاو. وبرضه الجمايل والمجاملات اللي احنا عملناها السنه دي في اختياراتنا للعيبه وخسرنا بيها. يا راجل ده انت بص لامام عاشور اللي قال لك همضي على تعهد ان العب وانا على مسؤوليتي التامه لو حصل لي اي حاجه. مش انت يا محمد يا صلاح اللي عندك شد عضلي يخف في يومين ثلاثه سافرت وليفربول يعلن ضمك لقائمه الفريق التي سوف يشارك امام تشيلسي في الغد؟ فالفيلم والاسطوانه اللي انت عملتها يا محمد يا صلاح هي اللي خلتني مش هقيمك ولا هتكلم عليك، انك لا تستحق الكلام. محمد صلاح على المستوى الاحترافي وما يقدمه على مع ليفربول لعيب كبير فوق الراس. محمد النني على المستوى الاحترافي لعيب كبير فوق الراس، لكن عندما نتحدث عن المنتخب المصري مصر فوق رؤوس الجميع. فما تقنعنيش. انهي بطوله اللي احنا كسبناها يا منتخب يا مصري بمدير فني اجنبي سوى بطوله 86 مايكل سميث وكان معاه 2 مصريين فقط لا غير. 3 بطولات حسن شحاته، بطوله محمود الجوهري 98، والبطولات الاولى في 57 و59 كان مديرا فنيا مصريا. المنتخب المصري صاحب 7 بطولات ولا يضاهيه فريق من الفرق في في كأس الأمم الأفريقية. جبتوا عقد وعملتوا عقد روي فيتوريا وإن النوس اللي ماضي العقد معاه هتدفع الشرط الجزائي من جيبك يا حازم اللي لحد يوم 11 لو ما بلغتش روي فيتوريا إنه هيمشي لحد يوم 11 هتديله 600,000 يورو. ماشي، بعد يوم 11 هتديله عقده بالكامل. يا ترى بقى هتصبر لحد بعد يوم 11 وتديله عقده بالكامل وتاخد حصتك كامله؟ كان في نقطه اتقالت اول ما روي فيتوريا جه. روي فيتوريا كان احد المديرين الفنيين الذي كان الاهلي يفاوضه، لكن الاهلي مع السيره الذاتيه لم يتصل لاتفاق مع روي فيتوريا بسبب بعض الامور. لان الاهلي لما بيقعد وبيعلن وبيتكلم بيقعد في جلسات سواء كانت عبر الزوم او جلسات مباشره عشان يعرف شخصيه المدير الفني اللي قدامه. فالاهلي رفض روي فيتوريا وتوصل والحمد لله الى مارسيل كولر. بحمد ربنا فعلا ان روي فيتوريا ما كانش في النادي الاهلي. روي فيتوريا مدير فني لا يجيد قراءه الملعب، لا يجيد اي شيء خالص نهائيا. ما يقنعنيش ان انا لعبت الفرقه اللي انا لعبتها كلها سهله سواء في تصفيات افريقيا او في تصفيات كاس العالم، لكن عندي فرقتين في المجموعه بوركينا فاسو وكاب فيردي وكنا متوقعين ان هم هيكونوا لقمه سائغه، لكن بالشكل دوت ومع التدخلات دي الامور سوف تكون صعبه جدا.
نيجي بقى لجمال علام. مش عارف هو مدرس تاريخ ولا مدرس علوم ولا مدرس كيمياء. جمال علام، ما علاقتك بكرة القدم سوى الفرجة والمشاهدة؟ أو إن كنت لعبت يومين كده في الشوارع. ليس لك أي علاقة بكرة القدم ولا بفن الإدارة. يوجد الكثيرون ليس لهم علاقة بكرة القدم، ولكنهم يجيدون فن الإدارة ويصلون لأحسن الاتفاقات. ما عجبكوش حازم إمام لما زعل وعيط وقلتوا طردوه ازاي لما جبتوا إيهاب جلال وخليتوه المشرف العام على الكورة والأوحد في التعامل، وبتنهدوه إنه يبقى وزير شباب والرياضة؟ يا عم هي البلد ناقصة خراب. عودوا إلى صوابكم، عودوا إلى عقولكم، عودوا إلى رشدكم. مصر لا تستحق منا كل ذلك. مصر التي نسرق منها لا تستحق منا ذلك. فلوس الشعب الغلبان دوت اللي مش لاقي لقمة الأكل ومش عارف توفرها له، عشان تروح تدي شرط جزائي لمدير فني 600,000 يورو وبتدي له 200,000 يورو على أي شيء ما بيقدموش. إزاي؟ ماذا يعقل؟ هذا لا يعقل. الطامة الكبرى بقى اللي اتحاد الكورة صدرها للإعلاميين، قال له احنا هنجيب سيد عبد الحفيظ مدير كورة للمنتخب المصري. طب انت هتقدر على كلام سيد عبد الحفيظ؟ هتقدر على اتفاقات سيد عبد الحفيظ؟ هتقدر على شروط سيد عبد الحفيظ؟ محمد صلاح هيرضى بقواعد الانضباط اللي هيحطها سيد عبد الحفيظ؟ واولها عودة الشهرة الى الاقدمية. انت ما انتش لاعب ذو قيمة عشان تاخد شرط المنتخب. اللي بيبحث عن الشهرة دي لابد ان يكون قائد فعلا، مش واحد بيهرب من المواجهات، مش واحد بيخاف على رجليه. ما تريزيجيه ومصطفى محمد وعمر مرموش محترفين، ليه بيلعبوا وليه بيدوسوا وليه بيضغطوا وبيخشوا في تاكلينج وبيخشوا في الحاجات دي كلها؟ اشمعنى انت على راسك ريشه؟ ولا انت ولا النني بتعملوا تاكلينج ولا بتخشوا تدخلات عنيفه، ولا بتموتوا على الكوره عشان خاطر تقطعوها؟ استغفر الله العظيم يا رب. سيد عبد الحفيظ اتمنى ان يمسك مدير كرة في المنتخب المصري، واتمنى من الله ان يوفق الله المدير الفني الجديد للاختيارات اللعيبه الجيده، عشان تعرف قيمه ان حسين الشحات لو كان موجود كان هيبقى عندك فارق. في حاله اصابه عمر مرموش، في حاله اصابه محمد صلاح، في حاله عدم توفيق احمد سيد زيزو، كنت هتلاقي حسين الشحات. محمد مجدي قفشه اللي ما جبتوش، كنت هتلاقي بصير ينوع لك الهجمات من فوق في ظل عمد جوده احمد سيد زيزو او النني وبعد اصابه امام عاشور. لكن الاختيارات شبه الخطا. حتى وانت على مستوى الدفاع لما خدت علي جبر وخدت احمد سامي خدتهم مجامله لبيراميدز او للفلوس اللي اتدفعت من بيراميدز عشان خاطر يتاخدوا من المجامله. هي بقت كوتا، شويه من الاهلي وشويه من الزمالك وشويه من بيراميدز والمحترفين. دي الكوتا اللي احنا شغالين عليها، مع العلم انه كان يوجد مدافعين جيدون يستحقون اللعب في المنتخب المصري. هات من سيراميكا، هات من زد، كان يوجد لاعبون جيدون جدا. حكايه ابو جبل والاهلي، محمد ابو جبل كان الاختيار الثالث للنادي الاهلي. محمد ابو جبل كان الاختيار الثالث، كان الاختيار الاول محمد بسام، الاختيار الثاني علي لطفي، والاختيار الثالث محمد ابو جبل. تم غلق الاختيار الاول بالضبه والمفتاح لان ايمن الرمادي رفض وصول محمد بسام الى النادي الاهلي. الاهلي كلم الاداريين وقالوا هناخد راي ايمن الرمادي، ردوا عليه قالوا له المدير الفني مش راضي واحنا اسفين. النادي الاهلي قال شكرا واحترمهم وقفل الخط. علي لطفي كان يراجع بعض الحسابات مع ترحيب زد
ان هو لو جه هيبقى اساسي، وخايف على مكانه في زد ان يجيبوا حارس مرمى وياخد المكان والكلام ده كله. فكان متعلق شويه، والوقت كان ضيق، فالنادي الاهلي خاف ان الامور تهرب منه. تم التفاوض مع ابو جبل، وتم الاتفاق مع النادي، وبعتوا العقود لابو جبل وبعتها على الميل، والنسخه كلها موجوده في قلب النادي الاهلي. لكن اتصال تليفوني او قبليها خالص كان حصل خناقه ما بين محمود عبد المنعم كهربا ومحمد ابو جبل. محمد ابو جبل، محمود عبد المنعم كهربا شاط الكوره جت في وش محمد ابو جبل، راح محمد ابو جبل رددها في وشه تاني، وقامت خناقه وشتموا بعض والفاظ نابيه، واللعيبه سلكت ما بينهم. الكلام ده امتى؟ ليله مباراه رئيسيه. فاللعيب مش مقدر المسؤوليه لليله مباراه رئيسيه ويتم خناقه، وفي النهايه اتحاد الكوره خالد دندلي قعد وقال لهم ما انتوش قايمين غير لما تتصالحوا، وجلسات العرب وهكذا. تم المصالحه. ابو جبل راح لكهربا قال له انا مش عارف ابعت العقود على الميل، بعتها كهربا من تليفونه. بعد شويه كهربا بيكلم محمد الشناوي، بس فبيقول له ابو جبل جاي الاهلي، فالشناوي بيقول له لا ده انا محمد بسام لعلي لطفي، ابو جبل ده الخيار الثالث. قال له لا، بقول لك ايه يا نجم، العقد انا ماضي، انا اللي بعته له من تليفوني دلوقتي. وحكى له الواقعه اللي حصلت. فمحمد الشناوي اتصل بامير توفيق قال له حصل، كلم خالد بيبو حكى له الواقعه، وقال له احنا كده هنبوظ اوضه اللبس، لان محمد ابو جبل احنا بنعاني منه في المنتخب، بيبقى عايز يلعب وبيعمل مشاكل، فمش عايزين ايه الكلام دوت. فخالد بيبو قال له انا الكلام عندي انتهى، عايز تكلم كلم الكابتن محمود الخطيب. اتصل بالخطيب وبلغه ايه اللي حصل. كابتن محمود الخطيب ما كانش يعرف الحكايه اللي حصلت ما بين خناق الكهرباء، وبدا يجمع المعلومات وطلب اجتماع عاجل لاداره لجنه التخطيط بس، واتفقوا ان هم هيجيبوا علي لطفي. وبعد بعد عزاء العمري فاروق الخطيب قعد مع سيف زاهر ونهوا موضوع علي لطفي، وخلال ساعات قليله سوف يتم اعاره علي لطفي الى النادي الاهلي لمده 6 اشهر. دي كانت الحكايه والملخص كله بتاع محمد ابو جبل وعلي لطفي وحراسه مرمى النادي الاهلي. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والى اللقاء في حلقه جديده.